احيانا بعد لما تحقق كل حاجه وتوصل لقمه مجدك تلاقي فجاه في لحظه كل حاجه انهارت. دي بالظبط اللي حصل مع دييجو جوتا. دييجو جوتا ما كانش لعيب عادي، لعيب حقق الدوري الانجليزي وبعدها حقق دوري الامم الاوروبيه مع البرتغال. اتجوز يوم 22/6، فجأة تلاقي الكابوس يوم 3/7 تلاقي خبر وفاة دييجو جوتا هو واخوه. موضوع غريب جدا، وموضوع تحس ان هو يهزك نفسيا، تحس ان انت فجأة ممكن ماشي في طريق وبتحاول ان انت تعمل فيه حاجة وتلاقي فجأة ان انت ممكن ما تكملش الطريق. موضوع صعب جدا، بس هي دي الحياة وهي دي الدنيا. طبعا احنا النهارده لازم هنتكلم ولازم نعرض سيرة دييجو جوتا، لعيب من امتع اللعيبه اللي انت ممكن تتكلم عنها او ان انت تسمع قصتها، لان قصتها كان فيها الهام كبير وفيها تاريخ للعيب عمره ما كانش طويل في الملاعب. يوم 4 ديسمبر سنة 1996 وتحديدا مدينة بورتو في البرتغال اتولد دييجو خوسيه تكسييرا دي سيلفا، وشهرته دييجو جوتا او دييجو جي. دييجو جوتا ابتدى حياته الرياضيه او مسيرته الرياضيه في لعبه الفوتسال اللي هي تحديدا كره الصالات، وده واضح جدا في لمسته السريعه ومراوغاته دايما الواحد على واحد في المساحات الضيقه. بدا مسيرته الكرويه في الملاعب 11 على 11 في جندومار لحد ما تم سن 19 سنه، وبعدها انتقل لنادي باسوس دي فييرا. هناك لفت الانظار بسرعه، ومن هناك الحلم الكبير بدا. وبعدها حصل نقله كبيره في حياه دييجو جوتا يوم 6/7/2016، هو الانتقال لنادي اتلتيكو مدريد ب 7 مليون يورو. طلع اتكلم ساعتها خوسيه لويس بيريز المدير الرياضي بتاع نادي اتلتيكو مدريد، ساعتها طلع وقال عليه ان هو لعيب صغير سريع جدا بيتحكم في الكوره كويس. بعد انتقال دييجو جوتا لاتلتيكو مدريد وطبعا في سنه الصغير ما كانش ليه مساحه او ما كانش ليه دور في كتيبه دييجو سيميوني في الوقت ده، وساعتها كان في مدير فني كان عنده نظره مختلفه تماما وكان عنده ثقه في ابن بلده او ابن البرتغال اللي زيه اللي هو نونو سانتو. ساعتها نونو سانتو طلب من نادي اتلتيكو مدريد ان هو يكون عايز اللعيب كاعاره، وساعتها اتلتيكو مدريد رحبت ان هي تطلعه اعاره، وبعدها راح نادي بورتو. طبعا دخل البرتغال من اوسع ابوابها، تتكلم في نادي من اهم او من اكبر الانديه اللي موجوده في البرتغال. موسم 2016 2017 بورتو ما تعرفش تحقق لقب الدوري، بس تكون المركز الثاني، ويرجع دييجو جوتا بعد الاعاره بتاعته ما تنتهي لنادي اتلتيكو مدريد، وساعتها نونو سانتو يجي له عرض ان هو يبقى المدير الفني بتاع نادي وولفز. يوم 1/7 بالظبط بالتحديد 2017 يروح نونو سانتو ان هو يبقى المدير الفني بتاع نادي وولفز. يوم 25/7 2017 نونو سانتو ياخد دييجو جوتا معاه للمره الثانيه بس في نادي وولفز، ومن ساعتها يبتدي التاريخ ويبتدي انجازات دييجو جوتا اللي في الدوري الانجليزي تبتدي. Diego, welcome to Wolves. How excited are you to be here? I'm very excited. It's a huge club, a historic club, and it's always a goal to play in England, and this is a good opportunity. موسم 2017 2018 اللي هو اول موسم لدييجو جوتا ونونو سانتو، نونو سانتو يعرف ان هو يحقق بطوله الشامبيونشيب ويعرف ان هو يأهل او ان هو يصعد وولفرهامبتون لان هو يلعب في الدوري الانجليزي الممتاز. It's an unbelievable feeling. My first title. It's always special. I think the club said that they're gonna bought me, so I'm happy to be here. Then I want to stay. ومن بعدها الموسم اللي بعده موسم 2018 2019 يعرف ان هو يحقق معاهم المركز السابع. تخيل مدير فني بعد لما الفريق بتاعه يعرف يصعده ان هو يعرف يدخل في مقعد من المقاعد الاوروبيه، وان هو ساعتها يعرف ان هو يدخل اليوروبا ليج. وبعد الموسم الرائع اللي قدمه دييجو جوتا مع نونو سانتو سنه 2017 2018 ساعتها قررت اداره وولفز ان هي تشتري دييجو جوتا بدل ما هو مجرد معار. يتقدم العرض ب 14 مليون يورو لاتلتيكو مدريد، واتلتيكو مدريد
مدريد توافق، وساعتها يبقى دييجو جوتا خلاص رسميا موجود في وولفز كلاعب اساسي، مش لعيب مجرد ان هو معار. موسم 2019 2020 نونو سانتو يعرف ان هو يقود الفريق بتاعه في الدوري الاوروبي، ويعرف ان هو يأهله لغايه دور الثمانيه، وللاسف المسيره بتاعته ما تكملش ويخرج عن طريق سيفيا، الفريق اللي هو اخذ البطوله عن طريق هدف في الدقيقه 88 من اللاعب اوكامبوس. طبعا اللي عارف التاريخ موسم 2019 2020 سيفيا اللي عرفت انها تتفوق على وولفز، بعدها تفوقت على مانشستر يونايتد بنتيجه 2-1 في النهائي، قابلت الانتر ميلان وعرفت انها تتفوق وتاخد اللقب. على عكس العاده وعلى عكس المجريات، دايما لما بيبقى في فريق جديد لسه متاهل لبطوله اوروبيه دايما بيبقى ترتيبه في الدوري مش هو اللي انت دايما متخيله، بس ولكن نونو سانتو كان مختلف، كان مدير فني عارف كويس جدا ان هو يقود الفرقه بتاعته، وبالذات ان هو عنده لعيبه بحجم روبن نيفيز او بحجم واحد زي دييجو جوتا. نونو سانتو عرف ان هو يحقق معاهم المركز السابع برضه للمره الثانيه على التوالي، ومن ساعتها بدايه الحلم اتكتب لدييجو جوتا، وتحديدا يوم 19/9/2020 يورجن كلوب يطلب ان هو محتاج دييجو جوتا ان هو يكون موجود معاه في ليفربول، وليفربول تنجح في ان هي تتفاوض مع ولفرهامبتون ويعرفوا ان هم يتعاقدوا مع جوتا وان هو يكون واحد من اهم اللعيبه. بس قبل ما اقول لك مسيره دييجو جوتا مع ليفربول، محتاج ان انا اقول لك دييجو جوتا قدم ايه في ولفرهامبتون. لعب 131 ماتش، سجل 44 هدف وصنع 19 هدف. اتنقل لليفربول صفقه بما يعادل 45 مليون يورو، يعني تخيل نادي وولفز بعد لما يشتري الراجل ب 14 مليون يبقوا ب 45 مليون، تتكلم ان 31 مليون، والراجل ان هو يعرف يصعد الفريق لحد دور الثمانيه ويعرف ان هو يجيب المركز السابع للمره الثانيه على التوالي. For me, for my family, all my path during since I was a kid, and to join now a club like Liverpool, world champions, is like just unbelievable. اول موسم لدييجو جوتا مع ليفربول سنه 2020 2021 يلعب معاهم 30 مباراه، يسجل 13 هدف وصنع هدف واحد. بس الموسم ده دييجو جوتا لعب كمهاجم ولعب كجناح يمين وكجناح شمال، وهو كمهاجم لعب 13 ماتش، سجل 7 اجوان وصنع هدف، وكجناح يمين او كجناح شمال لعب 17 ماتش وسجل 6 اهداف. موسم 2021 2022 دييجو جوتا لعب 55 ماتش باجمالي اهداف 21 هدف و8 اسيستات. وبرده في الموسم ده يورجن كلوب كان معتمد عليه ان هو عادي جدا بالنسبه له بيقدم له دور الجوكر، اللي هو مهاجم، جناح يمين، جناح شمال، اي حاجه. في موسم 2022 2023 دييجو جوتا لعب 28 ماتش، سجل 7 اهداف وصنع 8 اهداف. وفي الموسم ده يورجن كلوب اعتمد عليه ان هو يكون صانع لعب اكتر من ان هو يكون مهاجم. موسم 23 24 واللي هو كان اخر موسم ليورجن كلوب، لعب جوتا باجمالي 32 ماتش، سجل 15 هدف وصنع 5 اهداف. موسم 2024 2025 واللي هو الموسم اللي هو ممكن يكون الافضل بالنسبه لجوتا كانجازات او تحقيق القاب، بس هو طبعا الاسوأ بالنسبه لعيلته وبالنسبه لكل محبيه وبالنسبه لكل مشجعين ليفربول، طبعا اللي هو الموسم الاول لارني سلوت او تحت قياده ارني سلوت. دييجو جوتا لعب 37 ماتش، سجل 9 اهداف وصنع 4. دييجو جوتا لعب مع ليفربول 4 مواسم، بس هو كان عنده مشكله ان هو دايما كان بتواجهه الاصابات الكتير، زي ما بنقول كده اللعيب الزجاجي. في الاربع سنين دول غاب حوالي 436 يوم، وغاب عن ماتشات ليفربول والمنتخب حوالي 99 ماتش. ويجي يوم من أسوأ ايام جوتا واللي هو تحديدا يوم 20 اكتوبر 2024، مباراه ما بين ليفربول وتشيلسي. دييجو جوتا كان بيلعب كمهاجم اساسي عشان في الدقيقه السابعه يحصل التحام ما بين دييجو جوتا وما بين توسن ادرابيو، وبسبب الالتحام ده حصل اصابه لجوتا في الرئه، وبناء عليه ساعتها خرج في الماتش في الدقيقه 30. والدكتور المسؤول عن الجهاز التنفسي بالنسبه للعيبه قال ان الجزء السفلي من الرئه اليمين بتاع دييجو جوتا انهارت، نيوموثوركس، والدكتور رجح او طلب ان هو لازم يعمل عمليه لاصلاح الجزء ده عشان يجي شهر 5 ويتوج ليفربول. Never stops. Title number 20. Call off the third. بطل الدوري الانجليزي للمره ال20، وعشان شهر 6 البرتغال تتوج بدوري الامم الاوروبيه. يوم 22/6 دييجو جوتا يقرر ان هو يتجوز لشريكه حياته اللي هو كان بيحبها واللي هو عنده منها 3 اولاد، وبعدها يقرر ان هو يسافر اسبانيا، ويقال ان هو عمل العمليه هناك، والسفريه دي كان فيها اهله كلهم، اذا كان عيلته مراته واولاده ولا اذا كان اخوه. وبسبب العمليه الدكاتره قالوا ان هو عشان خاطر لو انت عايز تسافر ما ينفعش تسافر عن طريق الجو، لازم تسافر بري. يوم 3/7 كان راجع دييجو جوتا من انجلترا لاسبانيا، وتحصل ساعتها الصدمه للعالم كله، خبر وفاه دييجو جوتا. يوم 3/7 العالم كله جاله هزه، اذا كان لعيبه كبيره، اذا كان شباب في عمر جوتا عامه، اذا كانت ناس اكبر، اذا كانت ناس اصغر.
حسيت فجأة ان انت جالك رسالة ان انت ممكن في اي لحظة ممكن ما تكونش موجود. واحد عمل كل حاجة، عمل انجاز مادي، عمل انجازات شخصية، اتجوز، حقق بطولات، فجأة كل الكلام ده راح هو واخوه في لحظة واحدة. تخيل واحد زي ده هو واخوه يروحوا ويسيبوا وراهم اب وام كان عندهم ولدين فجأة يفتقدوهم. نفس الكلام تخيل انت واحد يكون متجوز بعدها باسبوع 10 ايام فجأة مراته اللي هو اتجوزها ما تلاقيهوش. تخيل انت 3 ولاد بقوا موجودين في الدنيا فجأة في لحظة واحدة ما بقاش عندهم اب. اظن ان ده ممكن يبقى موضوع او ممكن يبقى رسالة كلنا نتعلم منها وكلنا نعرف ان احنا مش مطولين، احنا مجرد قاعدين في رحلة ومش عارفين الرحلة دي تخلص امتى. So my favorite Liverpool goal was against Arsenal and Anfield. في كرة القدم ساعات بنعيش لحظات فرح وانتصارات، وساعات بنتعرض للحزن والخسارة. الخسارة دي مش شرط تكون في الملعب بس، ممكن تبقى في أشخاص أو لعيبة أنت كنت بتحبها وافتقدتها. وفاة ديجو جوتا كانت صدمة كبيرة لكل اللي بيحبوه، مش بس عشان خاطر هو كان لعيب جامد، لا عشان هو كان إنسان محترم وبيحب الناس. كان دايما لعيب تشوفه ممكن تبقى حاسس إن هو قدوة. يعني الراجل ولا كان بيعمل تاتوهات، ولا كان بيصبغ شعره، ولا كان بيقعد يغير في شكله كل شوية، ولا يلبس حلقان، ولا كل الكلام ده. هو بالنسبه له كان عارف ان هو ملهم بالنسبه للناس، فكان عايز يفضل دايما ان هو يبقى الصوره الكويسه بتاعت البني ادم الطبيعي. رحيله وجع قلوب ناس كتير، منهم مشجعين ليفربول، منهم مشجعين البرتغاليين، وفي نفس الوقت برضه اصدقائه اللي هو عاش معاهم فتره كبيره اذا كان في الملاعب او بره الملاعب. تتكلم واحد زي روبن نيفيز. تتكلم واحد زي كريستيانو رونالدو. واحد زي كريستيانو رونالدو كان بيطبطب عليه في يوم ان هو كان جوتا كان بيعيط وزعلان، بعدها بكام يوم رونالدو هو اللي كان بيعيط وجوتا هو اللي كان بيطبطب عليه. تلاقي واحد زي بيدرو نيتو عاشوا برضه مع بعض فتره طويله في ولفرهامبتون. تلاقي واحد زي محمد صلاح افتقده. بتتكلم ان هو كان واحد بيقول لك ان هو كان واحد من اقرب الناس ليه في ليفربول هو وساديو ماني. تتكلم برضه على واحد زي روبرتسون نفس الكلام. هتلاقي اسامي لعيبه كتير. الموضوع اكبر من فكره ان هو مجرد لعيب، لان هو فكره ان هو كان انسان. النهايه ممكن تكون جت بدري بس ده قدر ربنا. سلام.